النهارده بسمع برنامج في التلفزيون يعني لشيخ نحسبه على الله ان هو ناس شيخ من الصالحين يعني. فقال ان هو كان في زيارة لمستشفى الامراض العقلية. فطبعا من ضمن الحاجات اللي بيعملوها يعني الخيرية، يعني ان هو دايما يكون في طاعة الاسلام وفي طاعة ربنا وفي خدمة الدين يعني. فمن ضمن الجولات بتاعتهم فراحوا مستشفى الامراض العقلية. فبيقول دخلنا المستشفى وكده، فاذا بفتاة جميلة جدا جدا ولابسة يعني لبس المستشفى وكده، فإذا بيها بتخلع الحجاب بتاعها، يعني هدومها خالص، ملابسها خالص، وتظل عارية كما ولدتها أمها، وتمد ايدها على يعني الشيخ. بيقول أنا أول ما شفتها رحت عامل وشي الناحية التانية كده. فبيقول من ضمن الحاجات قامت إيه، قامت شايلة العمامة بتاعته من على راسه ورميها على الأرض. فبقول أنا خدت العمامة بتاعتي من على الأرض وديلي في سناني وكنت خارج برا المستشفى. فبقول وانا في الطريق قعدت اقول في نعمة يعني احنا غافلين عنها. ازاي احنا عمرنا ما فكرنا؟ هو بيقول لنفسه يعني ازاي انت عمرك ما فكرت في النعمة دي، ان انت يكون عندك عقل مش مجنون. بقول دي نعمة انا عمري ما فكرت فيها. ازاي انا عمري ما فكرت ان انا ربنا مديني عقل وفي ناس تانية مجانين وفي ناس تانية مش عندها نعمة العقل دي. فبقول يا على دي نعمة انا شوف عمري ما فكرت فيها. كمان موقف تاني، اللي هي واحدة صاحبتي يعني كانت حصل لها حادثة جامدة، فدخلت المستشفى قعدت فيها حوالي 8 شهور لأن هي اتكسرت، كلها اتكسرت. كان عندها مشكلة في الحوض واتكسرت يعني. فكانت في العنبر ونايمة، فبتعمل عمليات وتتوالى عليها العمليات وتتوالى عليها. فبتقول إن هي يعني كان معاها حد في العنبر، ست كبيرة وعايزة تدخل الحمام وتصلي الفجر. تمام. فالست دي برضو عاجزة ما بتقدرش تتحرك خالص. تمام. فصاحبتي دي بتمشي على عكازات، يعني هي مثلا عايزة تروح الحمام فبتطلع على عكازات وتروح الحمام، حد بيسندها على عكاز وبترجع. لكن التانية دي ما بتقدرش حتى تمشي على عكازات. فبتقول الست الفجر صحينا الصبح لقيناها بتعيط ان هي ايه، كانت عايزة سمع اذان الفجر. هي بتقول لها بقى انا سامعة اذان الفجر وان انا نفسي ايه اقوم اصلي، وفي نفس الوقت انا ايه عملت يعني عزكم الله، عملت على نفسها حمام وعايزه مستنيه حد من ولادها يجي الصبح يطلع عشان حد من ولادها يجي يغير لها عشان تصلي، يجي يوضيها وتقوم وتتطهر عشان تصلي الفجر. وهي سامعه يا حبيبتي الاذان ومش قادره تقوم تصلي، ونفسها تصلي بس مش عارفه تصلي انها مش طاهره. فصاحبتي بتقول انا قلت الحمد لله ان انا بقدر اقوم واروح الحمام. ويعني شوفي هي في محنه صعبه ازاي، بس شافت زميلتها يعني الست اللي معاها شافت النعمة دي، حمدت ربنا على النعمة اللي هي فيها. يعني هي تعبانة ومكسرة بس مش على عكازات، بس هي شافت ان هي في نعمة احسن من الايه، من الست التانية انها ما تقدرش تتحرك خالص. تمام. فاحنا يا جماعة يعني نشكر النعمة، نشكر لربنا سبحانه وتعالى النعم اللي انعم علينا بيها. يعني انا اتعلمت من الناس، انا في الاول ما كنتش يعني، انا الحمد لله رب العالمين ما كنتش بشكر كل حاجة. يعني مثلا أنا عايزة كل حاجة، عايزة أحسن حاجة، عايزة أفضل حاجة، مش ممتنة للحاجات اللي في إيدي، دايما بتطلع تطلعات للحاجات التانية. لما ابتديت كل ما أكبر في السن الحمد لله واحتكيت يعني بناس ربنا أكرمني بوجودهم في حياتي، علموني إن أنا أمتن لربنا سبحانه وتعالى في كل حاجة بسيطة. يعني إن أنت يبقى عندك مية في الشقة، يا خراشي دي نعمة كبيرة جدا. عندك نور كهرباء منورة وبيتك نظيف ونظفتي شقتك وولادك كويسين والحمد لله وبيذاكروا او بياكلوا او شربوا، خلصتي الشقة وتنظفتي البيت وصحتك كويسة وقاعدة بتشربي كوباية شاي، دي الدنيا وما فيها. كده ملكتي الدنيا وما فيها. تمام. حتى لو عندك مشاكل، حتى لو معكيش فلوس، حتى لو عندك مشكلة مع اي حد، تمام، امتني للنعمة اللي في ايدك. ساعات بشوف ناس اللي هي عندها كل حاجة مثلا بس في حاجة غايبة منها فبتبقى بتدور عليها. اللي مثلا مامتها باباها متوفيين الاقي ربنا مديها اخوات حنينين، اللي زوجها وحش معاها ربنا يديها اخوات كويسين معاها، اللي اهلها وحشين معاها ربنا يخلي زوجها كويس معاها،
اللي زوجها وحش واهلها وحشين يخلي ولادها كويسين معاها. تمام. اللي هي حياتها كلها صعبة، يا ربنا يرزقك حب الناس، تبقى انت ماشية محبوبة في وسط الناس. فربنا مش معقولة بياخد من الانسان كده كل النعم. في ناس يا جماعة جميلة، فتبقى دي نعمتها في جمالها. انت نعمتك في جمالك، ربنا مديكي نعمة شكلك الجميل. في ناس عندها قبول، في ناس كده ما تخش اي مكان عندها بهجة كده، تخش تستقطب كل الناس اللي قاعدة، تبقى محور القعدة والناس كلها تشوفها وتبص لها، تبقى حابة تتكلم معاها. دي نعمة، دي نعمة. وفي ناس نعمتها في ولادها، في شطارتهم، في تعليمهم. في ناس نعمتها في صحتها، ما عندوش حاجة غلط بس عنده صحة قوية يقدر يشتغل بيها يجيب منها رزق لولاده. ففي ناس نعمتها في لسانها الحلو. فانت دايما بص على الحاجة الحلوة اللي ربنا مديها لك، بص على النعمة الحلوة، دايما خلي عندك امتنان للحاجات الصغيرة. في مرة بسمع برنامج، واحدة بتتصل على الشيخ بتقول له أنا عندي دعوات، هي بتدعي ربنا سبحانه وتعالى عايزة تتزوج، والدها متوفيين وهي نفسها تتزوج، فبتدعي ربنا سبحانه وتعالى بأنها تتجوز. فبتقول للشيخ أنا بدعي وربنا ما بيستجيبليش. فالشيخ زعل منها قوي، لازم ما تقوليش الكلام ده، ايه ربنا ما بيستجيبلكيش دي؟ انت مش صحتك حلوه؟ قالت له ايوه. قالت له انا بشتغل، وقال لها يعني تشتغلي وعندك وراتب؟ قالت له ايوه. قال لها ساكنه في بيت؟ قالت له ايوه. قال لها بتروحي وتيجي وتمشي؟ قالت له ايوه. تدخلي الحمام لوحدك؟ قالت له ايوه. قال لها كل دي مش نعم؟ بتتنفسي لوحدك؟ قالت له اه. جماعه احنا كنا جايبين لام صديقه ليا جهاز ب30,000 جنيه، حاطينه لها عشان بس تاخد نفس الاكسجين ده، تاخد نفس، تعرف تتنفس الاكسجين وهي نايمه في البيت. الاكسجين ما بيوصلش جسمها، فجايبه جهاز عشان الجهاز ده ب30,000 جنيه عشان تقدر ان هي تتنفس. احنا بنطلع نفس وندخل نفس وناخد اكسجين ويملى جسمنا كله ببلاش. اوكي، احنا بنغسل كليتنا في اليوم 300 مرة ببلاش. ربنا سبحانه وتعالى قالي. فاحنا عندنا نعم كتير قوي، واجب علينا نشكر ربنا والله، مش ان احنا نتذمر من عيشتنا وان احنا نقول لا احنا عيشتنا مش عجبانا. احمد ربنا، ربنا ما خلقكش تعبد بقرة. احمد ربنا، ربنا ما خلقكش تسجد لصنم. ما خلقكش تتحرق بعد ما تموت. انت ربنا مكرمك بالاسلام، وكفى بها نعمة. هي دي مش نعمة ان انت بتتطهر وبتتوضى الحمد لله ومسلم وتقول اشهد ان لا اله الا الله ومحمد رسول الله، وعربي بتقرا القرآن باللغة العربية؟ نعمة القراءة والكتابة دي مش نعمة ان المفروض نشكر ربنا سبحانه وتعالى عليها؟ دي كلها نعم احنا لازم نشكر ربنا سبحانه وتعالى عليها. فدايما نحمد ربنا سبحانه وتعالى على النعمة، عشان يا جماعة شكر النعمة بيخليها تدوم وربنا سبحانه وتعالى بيبارك فيها. لكن انت لو ما شكرتش لربنا سبحانه وتعالى النعمة اللي اداها لك هتزول من وشك، هتزول. انا والله يا جماعة، انا كل كلمة بقولها لكم من واقع حاجة شفتها بعيني. اللي كان عنده نعم كتير ما حافظت عليها، لان في ناس تصحى تقول ايه النهارده يوم زفت، النهارده يوم مش عارف ايه، النهارده كان الشغل زي كذا. في ناس كده اول ما يشوفوا مثلا الحاجه البيت يعني لهم حاجات اسلوب كده. بالعكس انت خليك ممتن لكل حاجه، خليك ممتن. يا لما تقعد كده في العصريه كده في البلكونه بيتك وتشوف الشارع هادي ونضيف، او في الجنينه، او تركب عربيتك كده وتقول الحمد لله ان انا مش بركب زحمه المواصلات، مش بركب في المواصلات واتزاحم وانا معايا عربيه. كل دي نعم بسيط. حتى لو العربيه الموديل بتاعها مش عاجبك وانت عايز موديل احسن، تمام، بص على اللي ما عندوش عربيه خالص، بص على اللي ما عندوش، اللي ماشي بكرسي متحرك. اوكي، دايما احنا نبص على الناس اللي اقل منك عشان ترضى، عشان الرضا ده نعمه جميله. الرضا يا جماعه نعمه جميله. فكل نعم ربنا علينا احنا يعني بالشكر النعمه، بشكر النعمه لازم نشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعمه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيديها لنا. واجب علينا شكرها عشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في النعمه اللي هو بيديها لك. ويعني ربنا سبحانه وتعالى جميل، وكل حاجه منه جميله، وكل نعمه بيديها لنا جميله. يا رب ما يحرمناش الرزق بالذنب بتاعنا. وكفى بنا عزا أن يكون لنا ربا، وكفى بنا فخرا أن نكون لنا ربا زي ربنا، وهو كما يحب فاجعلنا كما تحب يا رب العالمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.